هل تعرف إن مرض السكر ممكن يأثر على أسنانك وعلى اللثة عندك بشكل أنت لا تتخيله، أو حتى على أسنان والدك أو والدتك؟ الموضوع مهم جدا ولازم تاخد بالك منه. مرضى السكر بيكونوا أكثر عرضة لمشاكل زي التهابات اللثة ونزيف اللثة وتخلخل الأسنان، يعني الأسنان تتلخلخ من مكانها. كمان السكر بيسبب جفاف في الفم، فجفاف الفم بيساعد البكتيريا إن هي تنشط أكتر وتعمل تسوس في الأسنان أكتر وأكتر. عشان كده مرضى السكر لازم يخلوا بالهم قوي من الروتين اليومي، من الفرشة والمعجون واستخدام مضمضة بصورة دورية، وكمان قياس السكر بصفة مستمرة علشان نحافظ عليه في معدل الطبيعي بتاعه. وحاجة كمان طبعا مهمة إن هم ما ينسوش أبدا الزيارة الدورية لدكتور الأسنان على الأقل كل 6 شهور أو كل 3 شهور علشان يطمنوا، ولو عندهم مشكلة يحلوها بدري قبل ما المشكلة تكبر وتتضاعف ويخسروا جزء كبير جدا من أسنانهم. لو الفيديو عجبك يا صديقي ووصلت معايا لحد هنا، فما تنساش تعمل لنا لايك وفولو عشان لسه اللي جاي كتير. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وكان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.